السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنعمل مع بعض النوتيلا. معانا كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية سكر مطحون. لو ما فيش عندنا نجيب السكر عادي نعمله في مطحنة الخلاط. بعد كده نعمله بقى نعمله بالمنخل. عندنا 2 نسكافيه بالبندق اهي، 1 نسكويك اللي هو بتاع الأطفال ده، 1 لبن بودر اي نوع، يعني مش لازم اللي احنا جايبينه، كاكاو خام. دي المكونات بتاعتنا. بعد كده بقى هنا هنجيب الزيت بقى نحطه على جنب عشان احنا مش محتاجينه دلوقتي اهي. حطيته على جنب كده زي ما انتم شايفين معايا. بعد كده هتجيبي بقى اي حاجة عايزة تشتغلي فيها. اول حاجة حطيت اللبن، بعد كده السكر البودر اللي هو طحنينه ده. بعد كده هندمجهم مع بعض كويس جدا. اهم حاجة ايه تقلبي كويس اهي زي ما انتوا شايفين معايا. بعد كده هنجيب النسكافيه ونحط الباكوين عادي مع بعض اهو. حطيت 1 اهو. بعد كده افتح التاني واحطه كمان. اللي عايز يحط 1 بس يحط، بس يعني عن نفسي الاتنين بيدوا طعم احلى بكتير، بيدي طعم الجاهز اهو. وتقلبي زي ما احنا اتفقنا، تقلبي كويس جدا. اهم حاجة ان انتي كل ما نحط مكون ايه تقلبيه كويس جدا اهو. بعد كده بقى هنجيب نسكويك اللي عنده اللي هو اللي هي البكاوي الكبيرة الحجم العائلي ده، يحط منها 4 معالق. اللي مش عنده يجيب زي باكو زي كده. وممكن تضاعفي الكمية، يعني لو انت عايزة تعملي كمية يعني يكون ما شاء الله احسن من كده يعني. انا شايفة اهم حاجة تقعدي تقلبي فيه كويس جدا كده عشان ايه كل حاجة تبقى مع بعضها مخلوطة كويس جدا. بعد كده اللبن اللي هو البودر، لو حد عنده اي نوع مش لازم النوع اللي جايباه ده، 4 معالق برضو. هنا بخليكي تشوفي ان ان الكيس ده يعني الكمية اللي فيه مظبوطة، هما ال4 معالق اهو. واقلبه كويس جدا. اهو. اهم حاجة في الموضوع التقليب. بعد كده مش فاضل معانا غير الكاكاو الخام بقى في المواد الجافة. هي يعني احط المفروض 2 معلقة، بس عن نفسي زودت، بس لما زودت تقل قوي يعني. بتمنى تحطوا 2 بس.
لأ زودت 2.5 هنا، وكمان بقى ايه زودت كمان معلقة، فطلع تقيل قوي. الكاكاو هو اللي بيتقل الدنيا كده. شايفة تقيل ازاي؟ عمالة اقلب اقلب، شايفة ازاي؟ اهم حاجة في الموضوع طيب، شايفة عمالة اقلب ازاي؟ اهي شايفة، عشان اخليه يبقى لونه حلو كده زي اللي بنجيبه من محلات جاهز. لا، وهحط معلقة كمان، يعني تشوفيني ان دلوقتي يعني حطيت 2.5 معلقة الاول معلقة كمان. هي يعني المقادير المظبوطة المفروض 2 معلقة بس. شوفي هيتقل بقى معايا ازاي، ولا لما احطه في الخلاط بقى يبقى عامل ايه. عشان كده بقول لكم متحطوش غير 2 معلقة. شايفين؟ شايفة القوام بتاعه بقى عامل ازاي؟ شايفة تقيل، حتى بدمجه كده مع بعض تقيل على ايديا. هنا بقى خلاص كده ندمج مع بعض. نجيب بقى الخلاط بتاعنا. محدش عايب على خلاطي، خلاطي ده من ساعة جوازي يعني خليكوا حلوين. حلو ابن ناس والله بيستحملني والله اللي بعمله فيه. يعني كوباية الزيت بقى، اول حاجة احطها، واديها خبطتين حلوين كده، شوفوا اللون هيبقى عامل ازاي. مهم. شوفوا اللون هيبقى عامل ازاي بقى حاجة تانية خالص، مبقاش زيت. وهنا شلت القطعة اللي فوق دي عشان ادخل شوية هوا كده. وبعد كده بقى ايه هضيف المكونات بتاعتي بقى. زي ما انتم شايفين قلبته كويس جدا. بعد كده بقى ايه الغطا اللي هو شايفين نزلته ده اهو، بنزل منه بقى الجزء ده اهو. بستمر بقى ايه في الخلط كده زي ما انتم شايفين، وعمال يتقل بقى معانا. اهو شايفين القوام بتاعه، خليكم تشوفوه دلوقتي. القوام بتاعه يبقى تقيل جدا بسبب الكاكاو اللي حطيته زيادة. عشان كده بقول لكم ما تحطوش ايه كاكاو بالكمية دي كلها. انا بشوف فيه لقيته تقيل قوي. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده. مم. نجيب المعلقة بقى، ايه وهنزل بقى كل اللي في الخلاط كده اهو.
شايفين تقيل ازاي؟ بعد كده جبت لبن بقى وحطيته في الخلاط عشان استفاد بقى بالنوتيلا اللي في الخلاط دي، هنجيبها ازاي اساسا من الخلاط. واديتها بقى ايه حاجة كده، عصير كده خفيف كده اهو. شايفين بقت تقيلة ازاي؟ اللي عايز يضاعف الكمية بقى يضاعفها، تملى ما شاء الله تملى كله. احسن 100,000 نوع من اللي بتجيبيه جاهز. مش هتجيبيه جاهز انت اساسا بعد كده، انتوا اساسا اي حد هيقول لكم هنجيبه جاهز تقولوا لا احنا هنعمله ميكملش. 8 9 دقايق بتكوني مخلصة الدنيا، كل ما تسيبيه بيتقل معاكي.